أفضل وقت نفرّز فيه الخضار يا بنات نهاية شهر طوبة وبداية إمشير، الخضار بيكون اتشرّب كده من المَيّة واكتفى، وبيكون كل حاجة طعمها جميل، وتفرّزيها تقعد معاكِ بالسنة. تعالي هاقول لِك على الطريقة المضبوطة لكل حاجة بأمر الله وهتبقى ناجحة معاكِ، وأقول لِك المعادلة الصعبة في التفريزات لكل حاجة. نسمّي الله ونصلّي على الرسول ونبدأ أول الفيديو بتاعنا. أول حاجة معايا وهي الطماطم، الطماطم المجنونة بزيادة، ساعات نجيبها ب5 وساعات نجيبها ب20 وب30 وبيقولوا على رمضان هتوصل ل40 جنيه. أنا جايباها النهاردة يا بنات، جبت 2 كيلو على سعر 8 جنيه، بس دي مش اللي هنفرزها، دي خضرة كده للسلطة، فجبت 2 كيلو يتحطوا في التلاجة. اللي هفرزها يا بنات دول 10 كيلو. جايباها كده طماطم حمرا من سعر 6 جنيه، ولو أنا من النوع اللي بيفاصل كان عادي ممكن أجيبها ب5 جنيه. الأسبوع اللي فات الطماطم كانت ب20 وب15 جنيه، فلو لو هي رخيصة عندك الفترة دي هاتي وفرزي قبل رمضان. غسلت الطماطم كويس جدًا، جدًا، واللي يتقطّع قطّعته واللي يتعمل فيه علامة زائد عملت، المهم كده حطيتها في الحلة وعلى نار هادية هاسيبها تاخد السِوَى. وتعالي نشوف السبانخ، السبانخ واللي عليها جدال كبير جدًا، إحنا نغسلها قبل ما نقطّعها والّا نغسلها بعد ما نقطّعها؟ تعالي وأنا هاقول لِك الخلاصة يا قمرايا. السبانخ ما ينفعش نقطّعها وبعد كده نغسلها، مهما يقولوا لِك فيها رمل، مهما يقولوا لِك مش هتنضف، قولي لهم لأ أنا بانضّفها عادي. وهاقول لِك ليه وإحنا شغالين. أنا أهم حاجة كده يا بنات أي عروق مش مستحبة، حاجة ضاربة، حاجة صفرا بتشيليها. الراس دي ما بتترماش، الراس دي ممتازة جدًا وكلّها فوايد وبتدّي تسكيرة جميلة جدًا للسبانخ، فبانضّفها تنضيفة خفيفة كده يا بنات، اللي محتاجة تتشال خالص باشيلها واللي عادي تتنضّف بانضّفها زي ما أنتم شايفين. وادّيها كده تحت المَيّة، انقعيها اغسليها مرّة و2 و3 و4 لحد ما تنزّل مَيّة نضيفة معاكِ. وهاقول لِك برضه نعمل إيه وإحنا شغالين في الفيديو كده. جِبت كمان خضرة كده كمية كبيرة، كانوا ال4 ب5 جنيه جِبت ب15 جنيه يا بنات ما استخسرتش. هافرّز خضرة قلقاس وهافرّز كمان خضرة للمحشي. فالخضرة دي كان العود كان بييجي السنة اللي فاتت ب20 جنيه لو تفتكروا كده وب10 جنيه، والله في أماكن وصل فيها 20 جنيه العودين 3. فهتلاقيها رخيصة كده في السوق هاتي وأنا هاقول لِك إزاي تفضل معاكِ خضرا لمدة 6 شهور و7 شهور وسنة كمان. نشيل منها كده أي حاجة مش مستحبة، أي عروق ناشفة، أي عروق صفرا، ونسيب الأخضر بس. وعلى السريع كده فرة سريعة يا بنات، وطبعًا كل اللي بنطلّعه ده إحنا ما بنرميش حاجة، كل حاجة بتنزل للطيور. ولو ما عندكيش طيور ينوبك صواب حطيهم في شنطة كده واديهم لأي حد عنده طيور، يعني كل الحاجات دي زي ما بتفيد البشر بتفيد الطيور برضه. تمام يا أمارات، هاخلّص الكمية كلّها بنفس الطريقة وبرضه هاخدهم تحت الحنفية ادّي له كده. طب هتنقعي في خل. الخل يا بنات للناس بقى اللي بتحب تطهّر وتعقّم، تمام انقعي في خل بس مش أكتر من 3، 4 دقايق بالكتير. وبعد الخل الخضرة لازمًا تتغسل كويس جدًا، جدًا من الخل. الخل لو فضل على الخضرة بيبوّظ الخضرة وبيهريها. الخضرة لو ركنتيها بعد الخل كده ربع ساعة هتلاقيها اسودت والعود بقى طري كده يا بنات كأنه داخل على عفونة. فبعد ما تغسليها مرة و2 و3 كده تحت الحنفية والمية تنزل صافية معاكي كده، السبانخ فصصيها تحت الحنفية بس ما تقطعهاش وبعد كده تغسليها. كل الفيتامينات والحديد وكل حاجة في السبانخ بتنزل مع المية دي. فأنا غسلت الخضرة بتاعتي كويس جدًا، جدًا يا بنات. وبعد كده جبت ملاية كده أنا مخصصاها للمطبخ أساسًا أو فوطة، وافردي الخضار بتاعِك، أي نوع خضار هتغسليه لازمًا ينشف تمامًا كأنه ما اتغسلش. أول حاجة بتبوظ أي خضار بيدخل الفريزر إن هي يكون عليها مَيّة يا بنات، بسلة، جزر، فلفل، أي حاجة تتخيليها بتدخل الفريزر ما ينفعش يكون عليها مَيّة. فهننشف كويس جدًا، هنسيبهم كده معرضين لتيار هوا ساعة، ساعتين، نُص ساعة على حسب. القلقاس كمان غسلته غسلة سريعة كده، والقلقاس ده حكايته حكاية. كمّلوا معايا الفيديو وصلّوا على النبي كتير في التعليقات، وإن شاء الله هتطلعي مستفادة من الفيديو. طماطم كده بعد ما غسلنا الخضار بتاعنا وجهّزنا كل حاجة كانت أخدت السِوَى يا بنات. بتشيلي القشرة كده خلاص بتلاقيها بتتفصل معاكِ بكل سهولة، كده تمام وهنقفل عليها النار. طبعًا أثناء الفيديو أنا ما كنتش واقفة للتصوير بس يا بنات، أنا نازلة طالعة، طالعة نازلة، فكانت الطماطم هنا بردت تمامًا. الكمية دي كلها هنعتبر إن هم بقوا 9 كيلو ونص، طار كده نص كيلو في التنضيفات وهننزله للطيور. فهقسمهم على جزئين، حلة هيكون فيها 5 كيلو وحلة هيكون فيها 4 كيلو ونص. تمام يا أمارات. أول 5 كيلو هفرمهم في الخلاط كويس فرم ناعم
أو بالهاند بلندر وهاصفّيهم يا بنات، هاعدّيهم على مصفى. دي الحلة اللي فيها 4 كيلو ونُص، تمام؟ طب ليه يا سوزان ما نفرم كله؟ صلوا بس على النبي كده كتير وكملوا معايا الفيديو للآخر، لسه في أفكار هتعجبك جدا. خد ال4 كيلو ونص دول وعلى النار يا بنات. التفل بقى اللي طلع منهم وأي حاجة رجعتها تاني في الحلة وفرمت هنا وما صفتش. وال5 كيلو دول يا بنات اللي هيتعملوا للمحشي. تمام يا ست الكل. ال5 كيلو دول هيتحط عليهم كيلو بصل، اللي بوريكم الحلة ولا اتحرقت ولا أي حاجة، وواخدة السوا المظبوط وما سبتهاش فترة كتير على النار على فكرة. مجرد ما استوت رفعتها على طول. والمية اللي خرجت من الطماطم ما بصفهاش كلها يا بنات. المية دي اساسا بيكون فيها فوائد، بس انا عشان ما تاخدش فترة كتير في السوا معايا تاني مرة فبتخلص من نص المية دي. كل البصل كده مسكته قطعته وهفرمه في الكبة فرمة سريعة. الصلصة بتاعت المحشي ممكن اجهز لها البصل بس يا بنات، لكن ولا بحط فيها الخضرة بتاع المحشي ولا توم ولا فلفل ولا اي حاجة، هي البصلة بس. ولما بخرجها ممكن اقطع بصلتين نيين كده واحطهم على خلطة المحشي، بتبقى طعمها ممتاز جدا. شوحت البصل تشويحة خفيفة كده على النار، يعني محمرتوش اللي هو اديته لون، لا، تشويحة على السريع كده، ونزلت بكمية الطماطم. هسيبها تاخد السوا حوالي ربع ساعة يا بنات، ما بسبكهاش زيادة عن اللزوم. طبعا اي ريم بقى هيطلع على الوش كده بتشيليه وانت واقفه. انا في الوقت ده كنت بحضر غدا يا بنات، يعني وانا واقفه بجهز للتفريزات كنت بعمل الغدا، ونزلنا اتغدينا، ويعني الفيديو واخد وقت طويل وانا ضغطاه جدا. صلصه المحشي كمان مجرد ما هتبدا تدخل في السوا كده هقفل عليها النار، بس برضو اي ريم هيتكون على الوش يا بنات شيليه كده يعني حاجه خفيفه خالص. وتعالى اقولك على تركية هتغير اللون اللي انتوا شايفينه ده تماما. دول زي ما اتفقنا 9 كيلو ونص، معلقتين 3 زيت كده عليهم معلقتين هرميين من البابريكا وعلى النار. مجرد ما الزيت يغلي كده مع البابريكا يا بنات، يعني تبدأ في الغليان، ما تسيبهاش 1 2 3، شيلها من على النار على طول، مش عايزاها تتحرق. شايفين بدأت تغلي بس يا بنات. ال10 كيلو أو 9 كيلو ونص مستعملة لهم حوالي ربع كوباية من الزيت، يعني لكل حلة من دول 3 معالق كبار يا بنات. قسمتها على الحلتين، قسمت الكمية على الحلتين وقلبي وشوفي اللون هيتغير 100 درجة، وكمان يعتبر مادة حافظة. هنضيف ايه كمان؟ لكل 5 كيلو طماطم معلقة من الملح ونص معلقة من السكر. هتعادلي الحموضة وهتحفظي الطماطم وهتغيري اللون 100 درجة بدون إضافة بنجر ولا فلفل أحمر ولا أي حاجة، وتفرجي على اللون. وطعم الصلصة دي بيكون ممتاز جدا جدا، وكمان لونها بيكون زي الصلصة الجاهزة بالظبط. رايحة فين يا ست الكل؟ صلى على النبي. لسه معانا القلقاس. القلقاس كمان عليه اختلاف كتير جدا جدا. القلقاس ناس تقول بيتغسل وناس تقول ما بيتغسلش. لا، احب اقولك كده ان القلقاس ما بيتغسلش. انا غسلت القلقاس، هو طبعا جاي بيتشرى متقشر نص تقشيرة كده من السوق، فيعني نزلته تحت الحنفية حاجة بسيطة كده يا بنات، وبعد كده سبته لما نشف تماما واشتغل على فوطة مطبخ. الناس اللي بتقول اغسلي فيه بملح وميه لحد ما المزلقه تروح، احب اقولك ان المزلقه دي هي اساسا كل الفيتامينات والفايده اللي في القلقاس. كمان لما تغسليه او القلقاس يطوله ميه بيسود، والله العظيم بيسود، واللي يقولك غير كده يبقى بيكذب عليك. طب الناس اللي بتقول احنا فرزناه وغسلناه وما سودش معانا، يبقوا بيستعملوه خلال اسبوع اسبوعين بالكتير، لكن اللي هتفرز القلقاس ويفضل معاها سنة و6 شهور و7 شهور وسنة ما ينفعش يتغسل. بعد كل مرحلة كده نشفي كويس بالفوطة، اي مزلقة هننشفها مش هنتخلص منها، بحيث ان احنا نعرف نتعامل معاه ونقطعه. طبعا في احجام بتكون اكبر من كده وتقطيعها بيكون صعب جدا، لكن انا زي ما انتوا شايفين كده بعمله معاملة البطاطس. قطعيه بقى الحجم المناسب ليكي، انا بحبه مكعبات صغيرة بالشكل ده. دول كانوا 5 كيلو ونص يا بنات. هقول ان انا برضو طلعت نص كيلو كده في القشر، والباقي هفرزه على حسب اعداد اسرتي. انا كل حاجة يعني بستعمل منها ل3 افراد يا بنات، واحيانا ممكن يكون 4، فطبق او طبقين، يعني طبقين بالكتير ممكن يكفوا يوم ويومين. فانت يا ست الكل على حسب، لو بنوتة كده جديدة جواز فعلى حسب وقفتك في المطبخ، او من كتر وقفتك في المطبخ هتبقى ايدك ميزانك وعينك ميزانك. هخلص الكمية كلها بنفس الطريقة يا بنات، سهلة وسريعة وما بتاخدش معانا ربع ساعة. اهم حاجة كده الفوطة بتاعتك تكون فوطة نظيفة، وامسحي بعد كل مرة من غير بقى ليمون ولا اي حاجة، والله العظيم هيفضل معاكي بالسنة بنفس اللون القمر اللي انتوا شايفينه ده.
ولا عمره هيسود ابدا. فرزي بقى في اكياس التلاجة، واهم حاجة تشيلي الهوا كده من الاكياس. اضغطي كده على الكيس لحد ما الهوا اللي فيه يخرج تماما، ولفيه كويس جدا واربطيه. المعادلة الصعبة بتاع التفريز ان انت تكوني متخلصة من المية ومن الهواء من اي حاجة. هتفضل معاكي اطول فترة في الفريزر، وكمان هتستفادي بكل الفيتامينات والمعادن وكل الفايدة اللي في اي خضار. وتعالوا بقى نروح للسبانخ. السبانخ غسلناها كويس جدا، سبتها على المصفى صفت المية اللي فيها. الرز دي زي ما قلت لكم ما بقطعهاش، بس باجي كده وانا بغسلها بعمل فيها كام شق بالسكينة اساسا. تقريبا كده انا فصصت السبانخ وانا بغسلها، سبتها حوالي ساعة كده على الملاية على الرخامة، لحد ما تقريبا يعني دخلت على نشفان، بس لسه فيها شوية مية كده لسه مندية. فهقطعها. السبانخ ما بتتقطعش تقطيع رفيع، التقطيع بتاعها بيكون خشن شوية زي ما انتوا شايفين كده. هقطع الكمية كلها، وهقطع عليهم كمان يا بنات دول 4 حزم، هقطع عليهم حزمتين من الكزبرة. تمام يا امارات. وعادي بقى الكزبرة ممكن تنعميها. السبانخ انا في العاده كنت يعني دايما كنت متعوده ان انا اديها صدمه كده في معلقه زبده على زيت على النار، نار عاليه، تاخد الصدمه تشويحه 1 2 3، ارفعها من على النار. لكن جربت الطريقه دي يا بنات، لقيتها اسهل، وكمان بتديكي نتيجه ممتازه جدا جدا. كملوا معايا وهقولك ازاي بالظبط. فردها كده على صينيه، وتحتها فوطه المطبخ، وهسيبها معرضه لتيار هوا لحد ما تنشف تماما كانها ما اتغسلتش، وهتدبل شوية يا بنات. الهيشان اللي فيها ده هيروح. تعالوا بقى نعمل خضرة القلقاس. واحنا هنا يعني حماة الله يرحمها كانت بتعملها بنفس الطريقة دي للقلقاس اللي بالصلصة. جربوها هتعجبكم جدا جدا. دي كزبرة بس يا بنات هخرطها، يعني هقطعها كده اي تقطيعة، مش لازم أن يكون تقطيع رفيع. ودول 6 حزم هستعمل لهم حوالي نص كوباية من الزيت. تمام، يعني انا نزلت الوقت بربع كوباية من الزيت، وتاني كمية بتاني ربع كوباية. كل كمية من دول او كل 3 حزم هستعمل لهم راس توم وسط كده يا بنات، راس توم كاملة. قلبي في الكزبرة كده مع الزيت لحد ما تدبل شوية، والكمية دي هتنزل يعني عايز اقول لكم على الربع، ويمكن اقل من الربع كمان. مجرد ما تدبل شوية كده وتدخل على التحمير هنزل بالثوم. دي غير الخضرة بتاع السلق خالص، وجربوها والله هتعجبكم جدا جدا. طبعا اللي من المنصورة هيبقى عارف الطريقة دي، لكن في محافظات تانية ما بتعملهاش الا بالسلق. انا جربتها بالسلق يا بنات، ولكن الاكل ده تعود، واحنا خلاص اتعودنا عليها بالطريقة دي. بعد ما بدأت كده الكزبرة تدبل يا بنات، نزلت بالثوم زي ما قلت لكم، ودي راس توم وسط. خلي بقى الخضرة تخرفش معاكي كده والثوم لونه يحمر. يعني قلبي قلبي، بتاخد وقت، بتاخد من 10 دقايق لربع ساعة كمان لو الكمية كبيرة. ومجرد ما تلاقي الخضرة خرفشت والثوم لونه احمر كده، بترفعيها من على النار على الكبة بقى، على الهون كده، تقعدي تدقيها على ايدك اللي متوفر عندك. بقية الكمية هعملها بنفس الطريقة. وكده نكون خلصنا 6 حزم من الخضرة وراسين من الثوم في الكبة كده، وهفرمهم فرم سريع يا بنات. طبعا حماتي ربنا يرحمها كانت بتقعد كده بالهون، بس ولا عاد في وقت ولا صحة للهون، ففي الكبة كده على السريع. دي بتفضل معاكي كده في الفريزر بالسنة. تطبخي القلقاس مع الصلصة وتاخدي معلقة كده على الوش وشمي أحلى ريحة، وهتاكلي أحلى قلقاس. سهلة وسريعة وبسيطة كده ومنجزة. تعالوا بقى آخر حاجة سبتها، خضرة المحشي. خضرة المحشي عشان تفرزيها وتطلع مظبوطة معاكي، لا مية ولا هوا. شايفين كده الشبت شكله عامل ازاي؟ كأنه ما اتغسلش اساسا يا بنات، اتغسل كويس جدا، اتصفى تماما، فضل كده متعرض لتيار هوا لحد ما نشف تماما كأن الخضار ما اتغسلش. طيب بقى تقطيع ناعم كده، وعلى حسب الكميات اللي انت بتستعمليها. دول كانوا ربطتين من الشبت وربطتين من الكزبرة، بس الحزم اللي انا جايباها يا بنات كانت حزم كبيرة او ربط كبيرة كده. فعادي ممكن يعملوا معايا اكلتين، الاكلة كيلو من الرز او كيلو ونص، كيلو وربع، فعادي يتقسموا على اكلتين. تمام يا امارات. اهم حاجه زي ما قلت لكم الهوا، هتلفيها رول كده وتطلعي منها الهوا وتربطيها، او هتضغطي عليها. الطريقتين هيخرجوا معاكي الهوا من الاكياس. خضره المحشي ما بتتحطش على الصلصه يا بنات عشان تفضل اللون بتاعها اخضر وجميل كده بالكام شهر في الفريزر. اتبعي الخطوات دي وان شاء الله هتعتمدي الطريقه دي.
كل الطرق اللي أنا منزّلاها معاكم طرق مجرّبة وأنا معتمداها مش يوم أو 2 لأ، ده عُمر والله العظيم. الطريقة دي في تفريز الصلصة ممتازة جدًا، جدًا، جدًا. طبعًا دول زي ما اتفقنا 5 كيلو، فالعلبة اللي بتاخد 2 كيلو طماطم أحط فيها 2 كيلو، طبعًا هُم بقوا من 6 كيلو دلوقتي يا بنات بكيلو البصل، ولكن إحنا لاغيين البصل خالص. أنتِ بتستعملي كيلو طماطم في الطبخة، 2 كيلو طماطم في الطبخة، فأنتِ احسبي على الأساس ده لو إيدِك وعينِك مش ميزانِك ولسه سنة أولى جواز. قسّمت ال5 كيلو طماطم كده على علبتين على ال3 علب يا بنات، يعني مثلًا العلبة الصغيرة كيلو ونُص والعلبة الكبيرة 2 كيلو. وبكده معايا صلصة محشي جاهزة على حسب الطبخة اللي أنا هاعملها هاكون مزودة الكمية مقللة الكمية فعندي الكتير واللي على القد. بس ركزي لي كده مع لون الصلصة القمر ده اللهم بارك جميلة جدا. الفكرة دي كمان يا بنات هتريحك جدا جدا على حباية طماطم ممكن توقفي طبخة. ايه ده يا سوزان انت رايحة تلعبي؟ لا والله ده مش لعب. مكعبات الطماطم دي حطها في الفريزر تجمد وبعد كده خرجها من الفريزر هتطلع معاكي كده مكعبات. أحيانًا كده بتبقي محتاجة صلصة معلقة صلصة جاهزة لتسبيكة، معلقة حباية طماطم يتحطّوا على شوربة، يتحطّوا في حاجة، فالمكعب بتاع التلج ده أو بتاع الطماطم ده هيغنيكِ عن حباية الطماطم أو معلقة الصلصة اللي أنتِ ممكن توقّفي طبخ عليها. الأكياس دي حطيت تقريبًا كده كل نُص كل كيس فيه نُص كيلو طماطم يا بنات، تمام، على حسب الأكلة أو الطبخة بتاعتِك وعلى حسب أعداد أسرتِك، زي ما قُلت لِك أنتِ بتبقي عارفة أنتِ بتستعملي إيه، فأنا ما أعرفش أقول لِك يعني ما تمشيش على كمياتي أنا، امشي على اللي أنتِ بتستعمليه، لكن الطريقة دي في تفريز الطماطم ممتازة جدًا، جدًا. وهتريحنا كده في رمضان صلصتنا جاهزة، بصلنا جاهز في الفريزر، كل حاجة جاهزة، فنصلي براحتنا ونقرأ قرآن براحتنا. كل سنة وانتم طيبين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. حاولي كده ان انت تنجزي اي حاجة في الفترة اللي جاية دي، كل ده بيوفر عليكي وقت ومجهود وبيوفر عليكي ميزانية كمان يا ست الكل. السبانخ بعد مرور ساعة كمان كده على الصينية يا بنات وكأنها ما اتغسلتش ولا شافت مية. انا كنت جايبة 4 حزم من السبانخ، فكل حزمة منهم هعملها أكلة. زي ما قلت لكم انا طبق او طبقين ممكن يفضلوا معايا يومين يا بنات على حسب اعداد اسرتك. اهم حاجة السبانخ تكون كأنها ما اتغسلتش، مفيش مية ومفيش هوا، مش هتبوظ معاكي. لفي رول كده واضغطي خرجي الهوا كويس جدا، وبعد كده اقفلي الاكياس التلاجة و ولا هتاخد مكان معاكِ في الفريزر ولا هتسود ولا هيحصل لها أي حاجة. أنا زي ما قُلت لكم جرّبت الطريقة دي وممتازة جدًا زيّها زي اللي بندّيها صدمة على النار ويمكن أفضل كمان. يعني اللون بيفضل زي ما أنتم شايفين كده باللون الأخضر الجميل ده بال6 وال7 شهور يا بنات. الفترة دي أو الأيام دي أفضل أيام تفرّزي فيها الخضار اللي هو من آخر نُص طوبة وأول أسبوع كده في إمشير يا بنات. أفضل فترة تفرّزي فيها أي نوع خضار موجود في السوق. بطاطس بقى وقلقاس كل الحاجات الجميلة اللي موجودة في السوق دي ينفع نفرّزها. وكمان بتوفّر معاكِ جدًا في الميزانية، الحاجة لمّا تجيبيها في الموسم بتاعها بيكون سعرها رخيص جدًا. فالأفكار دي هي اللي فعلًا بتوفّر في الميزانية. أنا ما أقدرش أقول لِك ميزانية قد كده أنا ممشية بيها بيتي، لإن كل دار وليها مدار. أنتِ كسِت بيت ماسكة ميزانية بيت عارفة هتصرفي إيه، الشهر ده زيادة، الشهر ده أقل، فأي قرش يتوفّر معاكِ ولقيتِ حاجة أي حاجة رخيصة في السوق هاتيها وحطّها في الفريزر. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى ما تنسوش اللايك يا أمارات، ولو لسه ما اشتركتيش في القناة اشتركي في القناة وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة. انتظروني في فيديو جديد وأفكار جديدة للتوفير بأمر الله. مع السلامة.